أم... لنتخيل جميعا هذا السيناريو للحظة. تخيلوا اتخاذ قرار بتغيير الهوية بالكامل، يعني طريقة التفكير، أسلوب العمل، وحتى الأسلحة التي يتم الاعتماد عليها في أصعب المواجهات. وهذا كله قبل شهر واحد فقط. بالضبط. كل ذلك يتم تغييره جذرياً قبل 30 يوماً فقط، من أكبر اختبار رياضي يمكن تخيله. لا مزيد من التحفظ ولا مجال للواقعية التي جلبت النجاح سابقاً. نحن أمام يمكن أن نسميها ثورة هجومية شاملة. والمفارقة الصادمة هنا أن هذه الثورة تقودها منظومة تعاني أصلاً من انهيار شبه كامل في خطوطها الخلفية. إيه، وهذا ما سنفككه اليوم. مرحبا بكل من يستمع إلى قراءتنا التحليلية المعمقة، والأنظار كلها تتجه نحو أمريكا الشمالية، حيث تفصلنا أسابيع قليلة عن انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. نحن على وشك بداية العرس الكروي أكيد. صحيح. وعلى الطاولة اليوم لدينا جبلاً من المصادر. نتحدث عن تقارير مسربة من معسكرات التدريب، تحليلات تكتيكية دقيقة جداً، ومقالات رياضية تتناول وضع المنتخب المغربي أسود الأطلس في هذه اللحظة التاريخية المفصلية. مهمتنا في هذا البحث الاستقصائي هي فهم كيف يدار هذا التحول الدراماتيكي. وما تكشفه هذه المصادر يتجاوز مجرد الاستعداد لبطولة رياضية كبرى. الأوراق التي بين أيدينا ترسم ملامح دراسة معمقة في إدارة الأزمات المعقدة تحت ضغط زمني خانق. التحدي لا يقتصر أبداً على اختيار اللاعبين، بل يشمل تفكيك منظومة، أليس كذلك؟ 100%. يشمل تفكيك منظومة بأكملها وإعادة تركيبها بينما الساعة تدق. كيف يمكن اتخاذ قرارات تكتيكية مصيرية حينما تكون الموارد البشرية الأساسية غير متاحة، وكل خيار متاح يحمل في طياته مخاطرة قد تعصف بجهود سنوات من العمل. طيب، لكن قبل أن ننبهر بحديث الاستحواذ والهجوم والخطط المستقبلية، دعنا نواجه الفيل في الغرفة كما يقال. التكتيك الهجومي الفعال يحتاج دائما إلى ظهر آمن وخط خلفي صلب. أساس أي فريق ناجح، نعم. إيه، وما تخبرنا به المصادر عن وضع الخط الخلفي للمنتخب المغربي حالياً يبدو أقرب إلى تقرير من غرفة طوارئ صراحة. نتحدث عن سلسلة غيابات قد تصيب أي جهاز فني بالذعر. نيف أكرد وشادي رياض يعانيان من استمرار الإصابات المقلقة. وهذه إصابات في توقيت حساس جدا. جدا. وحتى النجم الأول والظهير الطائر أشرف حكيمي تحيط به شكوك حقيقية حول الجاهزية البدنية المثلى لبطولة مجمعة وقوية. وفي قلب الدفاع نرى تراجعا حادا في التنافسية للاعب مثل إيسا ديوب. ديوب الذي جلس طويلا على دكة البدلاء مع ناديه مؤخرا. بالضبط، بسبب قلة دقائق اللعب. شوف، غياب التنافسية بالنسبة للمدافع تحديدا هو القاتل الصامت لأي منظومة. في المستويات العليا من كرة القدم، المدافع الذي لا يخوض 90 دقيقة أسبوعيا تحت ضغط عال يفقد جزءا حيويا من حدة الترقب وسرعة اتخاذ القرار. أجزاء من الثانية تصنع الفارق. صحيح، أجزاء من الثانية. هذه الحدة الذهنية والبدنية لا يمكن أبداً استرجاعها أو تعويضها من خلال الحصص التدريبية، مهما بلغت كثافتها. التدريب يوفر اللياقة، لكن المباريات التنافسية توفر التوقيت الدقيق للتدخلات. وتأتي المصادر لتضيف تفصيلاً آخر يجعل الصورة أكثر تعقيداً: اعتزال القائد رومان سايس. يا إلهي، ضربة موجعة. ضربة قوية جداً. هذا القرار لم يسحب فقط القوة البدنية أو مهارة افتكاك الكرة من الملعب، بل سحب القيادة الفعلية. الأمر يبدو، دعني أطرح هذا التشبيه، أشبه بمحاولة ترميم سقف منزلك بينما الأساسات نفسها تتصدع قبل عاصفة كبرى. الجهاز الفني بقيادة محمد وهبي يحاول تغيير التكتيك بالكامل، بينما خط الدفاع يعاني من تشققات عميقة. هذا التشبيه يلامس جوهر الأزمة تماماً، لأن غياب ثنائياً بحجم آكرد وسايس في نفس الوقت يدمر ما نطلق عليه في لغة التكتيك الذاكرة العضلية الجماعية. الذاكرة العضلية الجماعية؟ واو، هذا مصطلح دقيق. لأن الدفاع ليس مجرد 4 أفراد يقفون في الخلف، بل هو كائن حي
يتنفس ويتحرك ككتلة واحدة. يعني المدافعون الذين لعبوا معا لسنوات لا يحتاجون للصراخ لتوجيه بعضهم البعض، هناك تواصل لا شعوري بينهم. يفهمون بعضهم بنظرة. بالضبط، يعرفون متى يتقدمون لنصب مصيدة التسلل وكيف يغطون المساحات العمياء لزملائهم بمجرد نظرة سريعة. فقدان هذا الانسجام العصبي يضع المدرب في مأزق حقيقي، مما يدفعه للبحث عن بدائل. والمصادر تذكر بعض هذه البدائل، أليس كذلك؟ نعم، المصادر تشير بوضوح إلى صعود أسماء شابة مثل عبد الحميد آيد بودلال الذي جذب أنظار أندية أوروبية كبرى. لكن وهنا المشكلة، رمي لاعب مراهق في أتون مباريات كأس العالم وأمام هجوم منتخبات عالمية يتطلب شجاعة تلامس حدود التهور أحيانا. طيب، هنا تحديداً يبرز التساؤل المنطقي. أنا مستغربة صراحة مع هذا الانهيار في الخط الخلفي. يعني أول ما يتبادر للذهن هو محاولة تكثيف الدفاع، صح؟ وضع أكبر عدد من اللاعبين في الخلف لحماية المرمى. هذا هو التفكير التقليدي، نعم. الفرق الجذري بين حقبة المدرب السابق وليد الركراكي والنهج الحالي لوهبي. الركراكي بنى نجاحه التاريخي في 2022 على الواقعية المطلقة. الواقعية التي أوصلت الفريق لنصف النهائي. كتلة دفاعية متأخرة ومتقاربة جدا بخطة 4-5-1 عند فقدان الكرة، التنازل عن الاستحواذ للخصم طواعية لخنقه في المساحات الضيقة، ثم توجيه ضربات قاتلة عبر التحولات السريعة عبر الأجنحة. تلك الواقعية كانت مبنية على هندسة المساحات، يعني إجبار الخصم على اللعب في مناطق لا تشكل خطراً واستنزافه بدنياً وذهنياً قبل الانقضاض عليه في لحظة فقدانه للتركيز. لكننا الآن أمام ثورة تكتيكية مختلفة كلياً. وهبي القادم بخلفية متأثرة بشدة بالمدرسة البلجيكية والأوروبية الحديثة يريد تطبيق خطة هجومية صريحة 4-3-3. تغيير جذري. أريد طرحه هنا. أليس من الجنون التخلي عن منظومة دفاعية أثبتت نجاحها عالمياً واستبدالها بخطة هجومية شديدة التعقيب ونحن نعاني أصلاً من دفاع مهزوز؟ شوف، قد يبدو الأمر كما تفضلت انتحاراً للوهلة الأولى، لكن الغوص في آليات كرة القدم الحديثة أو ما يسمى بكرة المبادرة يكشف عن منطق رياضي شديد الدهاء وراء هذا التحول. كيف ذلك؟ فكرة وهابي تقوم على مبدأ بسيط ولكنه عميق جدا: الاستحواذ كأداة دفاعية بحتة. بعبارة أبسط، يعني إذا كانت الكرة في أقدام لاعبين فالخصم لا يملك الأداة التي يمكن من خلالها مهاجمة دفاعنا المهزوز. فهمت. يعني نحن نبقيهم مشغولين. بالضبط، نبقيهم مشغولين بالركض ومطاردة الكرة في نصف ملعبهم، بدلاً من السماح لهم بتنظيم هجمات تختبر قدرات قلوب دفاعنا المتعبين أو قليل الخبرة. إذن بدلاً من وضع الدفاع تحت رحمة هجمات متكررة طوال 90 دقيقة وانتظار الخطأ، يتم إبعاد الخطر جغرافياً عن منطقة الجزاء بالكامل. وهذا هو جوهر الضغط العالي: تطبيق خطة دفاعية متأخرة أو البلوك المتأخر بلاعبين جدد لم يعتادوا على اللعب سوياً. هذا هو الخطر الحقيقي في رأي وهبي. لأن هفوة واحدة تعني هدفاً. صحيح، لأنه سيضعهم تحت ضغط ذهني هائل لتغطية زوايا التمرير لمدد طويلة. لكن عبر الضغط العالي وهبي ينقل المعركة إلى بعد 70 متراً عن مرماه. الفريق يدافع بشراسة، نعم، ولكن في منطقة جزاء الخصم. مخاطرة محسوبة إذن. إذا تم استرجاع الكرة فهي فرصة هدف محقق، وإذا فشل الضغط يعني يكون هناك وقت كاف لتنظيم الصفوف قبل وصول الكرة إلى المرمى. لتطبيق هذه الآلية المعقدة والتي تتطلب ديناميكية وحركة لا تتوقف، أنت لا تحتاج فقط إلى لاعبين مهاريين، بل تحتاج إلى بروفايلات بدنية وعقلية محددة جدا. لأن الجري العشوائي لا ينفع هنا أبدا.
الجري للضغط العالي يجب أن يكون متزامناً ومدروساً، وهنا تنقلنا المصادر إلى ما يمكن تسميته بمختبر البيانات، المعسكر المغلق في مركز محمد السادس الرياضي، الذي سيفصل في مصير القائمة النهائية. معسكر حاسم جدا. فعلاً، نتحدث عن قائمة موسعة تضم ما بين 50 إلى 55 لاعباً، يجب تصفيتها بوحشية لتصل إلى 26 اسماً فقط في نهاية مايو. استخدام مصطلح مختبر البيانات دقيق جدا في هذه الحالة، يعني الاختيار لم يعد يخضع للعاطفة أو الأسماء الرنانة. انتهى هذا العصر. تماما، بل يخضع للجنة تقنية تعتمد إحصائيات صارمة. نتحدث عن سرعة الاستجابة، معدلات استرجاع الكرة في مناطق الخصم، وقدرة اللاعب على اتخاذ قرارات صحيحة تحت الضغط العالي والنبض المرتفع. ومن بين هذه الملفات الرقمية الصارمة تبرز مفاجأة أثارت الكثير من الجدل: عودة الابن الضال عمران لوزة، لاعب وسط واتفورد الإنجليزي. نحن نتحدث عن لاعب غاب عن المشهد ل5 سنوات كاملة. فترة طويلة جدا في عمر لاعب كرة القدم. نعم، منذ خيبة أفريقيا بالكاميرون 2021 يعود الآن متسلحاً بموسم استثنائي بلغة الأرقام: 44 مباراة، 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة، أرقام تجبر أي مدرباً على الالتفات. العودة بعد 5 سنوات وفي بطولة بحجم كأس العالم يعني ليست مجرد صدفة. لوزا تطور بشكل مذهل في الملاعب الإنجليزية، في بيئة تتطلب احتكاكاً بدنياً هائلاً وسرعة في الانتقال من الدفاع للهجوم. لكن هناك نقطة تكتيكية مثيرة للتساؤل هنا أريد طرحها. لوزا عرف دائماً بأنه لاعب يمتلك رؤية رائعة، يميل للعب الهادئ، إبطاء الرتم وتوزيع الكرات بأناقة. صحيح، هو لاعب كلاسيكي الطراز. بينما أسلوب وهب الجديد يتطلب لياقة بدنية تنفجر في الملعب للضغط العالي. الأمر أشبه، تخيل معي، بطلب من عازف بيانو كلاسيكي أن يعزف في فرقة موسيقى هيفي ميتال صاخبة. كيف يمكن أن يندمج؟ التشبيه بليع جدا، لكن المثير للدهشة في هذه النقطة هو أن وهبي قد يكون يبحث تحديدا عن هذا العازف الكلاسيكي وسط الفوضى. كيف؟ أليس هذا متناقضاً؟ شوف، المدربون الكبار يدركون أن منظومة الضغط العالي لا يمكن أن تعمل بنسبة 100% من وقت المباراة. مستحيل. اللاعبون سينهارون بدنياً. أكيد. وسط هذه الديناميكية الصاخبة، الفريق يحتاج إلى ضابط إيقاع، لاعب يمتلك القدرة العقلية والتقنية على استلام الكرة تحت الضغط، التوقف لجزء من الثانية، وكسر رتم المباراة المرتفع بتمريرة هادئة تعيد تنظيم الصفوف وتمنح زملائه فرصة لالتقاط الأنفاس. يعني عمران لوزا هو زر الإيقاف المؤقت. بالضبط، هو زر الإيقاف المؤقت الذي يحتاجه أي فريق يلعب بشراسة هجومية. وإذا أضفنا إلى ذلك الأسماء المحلية التي يتم دمجها مثل ربيع حريمات، تتضح معالم خط الوسط بشكل أكبر. ربيع حريمات تحديداً نال قسطاً وافراً من التحليل في المصادر، خاصة ما طرحه المحلل عادل فارس الذي اعتبره حجر الزاوية في منظومة وهب الجديدة. تحليل عادل فارس يقدم فهماً عميقاً لآليات اللعب الفردية وتأثيرها على المجموعة صراحة. كيف يرى دوره تحديداً؟ فارس يرى أن حريمات ليس مجرد لاعب ارتكاز إضافي، بل هو المفتاح التكتيكي الذي سيحرر مهاجماً مرعباً مثل سفيان رحيمي. يا سلام! سفيان الرحيمي يحتاج لمن يموله بالكرات. تماماً، الآلية تعمل كالتالي: رحيمي لاعب يعيش على استغلال المساحات الفارغة خلف ظهر المدافعين، أليس كذلك؟ صحيح. لكن لكي تصل الكرة إلى تلك المساحات تحتاج للاعب قادر أولاً على الهروب من الضغط في وسط الملعب، وثانياً قادر على لعب تمريرة كاسرة للخطوط من لمسة واحدة قبل أن يتنبه الدفاع. وهنا يأتي دور حريمات. أي قدرة حريمات الاستثنائية على امتصاص ضغط الخصم ثم إخراج الكرة بسلاسة ووضعها في المساحة العمياء للدفاع هي ما سيجعل انطلاقات رحيم قاتلة. إنه تناغم بين مهندس يصنع المسار وقناص يستغله. بصورة عامة يبدو أن الأدوات متوفرة نظرياً لتطبيق هذه الخطة، ولكن كيف يتم اختبار هذه الآلة المعقدة؟ هنا نأتي للاختبار الحقيقي: المباريات الودية.
بالضبط. الجواب هو المباريات الودية. وهنا نصل إلى القسم الأكثر سخونة في مصادرنا، حيث تحول جدول المباريات الودية إلى ساحة انقسام حاد في الشارع الرياضي وبين المحللين. لأن اختيار المباريات الودية قبل المونديال يشبه المشي على حبل مشدود صراحة. خطوة خاطئة إما أن تدمر معنويات الفريق أو تملأ المستشفى بالإصابات. لنرسم الصورة الكاملة لكل من يستمع إلينا، المجموعة الثالثة في كأس العالم تضع المنتخب المغربي أمام جدول مباريات أقل ما يقال عنه أنه وحشي. مجموعة الموت. البرازيل في 13 من يونيو، ثم مواجهة بدنية بحتة ضد اسكتلندا في 19، وتختتم بهايتي في 24. في المقابل، المباريات الإعدادية تبدو للبعض خارج السياق التنافسي المطلوب: بوروندي، مدغشقر والنرويج. مع التذكير بوديات سابقة أمام الإكوادور وباراغواي طبعاً. صحيح. المصادر تنقل آراء متضاربة بشدة حول هذه الاختيارات، ويجب أن نستعرضها بحيادية. تحليل الآراء المتضاربة هو ما يمنحنا الصورة الشاملة. ما هي الأسس التي اعتمد عليها كل تيار في تقييمه لهذه الوديات؟ نبدأ بالتيار الأول، المؤيد لقرارات الجهاز الفني. يعتمد على أصوات تحليلية مثل المحلل مهدي كسوة والناقد محمد الماغودي. منطقهم يقول إن هناك تدرجاً ذكياً. تدرج في مستوى الخصوم تقصدين؟ يعتبرون مباراة النرويج محاكاة ممتازة لأسلوب اسكتلندا القوي. مدغشقر تقدم اختباراً لسرعة التحولات، بينما بوروندي تهدف لرفع المعنويات. الماغودي يطرح نقطة عملية: اللعب ضد منتخبات متوسطة هو صمام أمان لتجنب الإصابات قبل أيام من المونديال. الحفاظ على السلامة البدنية للاعبين هو هاجس أي مدرب، خاصة عندما يكون خط الدفاع كما ذكرنا يعاني أصلاً من الغيابات. على الجانب الآخر، هناك تيار معارض بشدة يعكس نبض شريحة واسعة من الجماهير. حجتهم تتلخص في أن اللعب ضد فرق كبوروندي ومدغشقر هو مضيعة للوقت، لأنهم يعتبرونها منتخبات ليست في المستوى المطلوب لاختبار كأس عالم. بالضبط. يقولون نحن ذاهبون لمواجهة الآلة الهجومية البرازيلية الكاسحة. ألم يكن من الأجدر الاحتكاك بمنتخبات عالمية كبرى لضبط إيقاع الدفاع، بدلاً من اللعب أمام منتخبات توصف بالضعيفة؟ شوف، هذا التضارب مفهوم جدا، لأن كلا الطرفين ينظر إلى المشكلة من زاوية مختلفة. لكن إذا حللنا قرار المدرب وهبي من منظور الإدارة التكتيكية للأزمات، سنجد أن الأمر يتجاوز مجرد الخوف من الإصابات. كيف؟ ماذا هناك غير الإصابات؟ السر هنا يكمن فيما يمكن أن نسميه بناء الثقة المعرفية لدى اللاعبين بالخطة الجديدة. الثقة المعرفية. هذا مصطلح يحتاج إلى تفكيك صراحة. كيف ترتبط الثقة المعرفية باختيار مدغشقر وبوروندي؟ عندما يقرر مدرب تغيير هوية الفريق من دفاع متأخر إلى هجوم ضاغط قبل أسابيع من المونديال، فإنه يطلب من اللاعبين تغيير مساراتهم العصبية وطريقة قراءتهم للملعب بالكامل. تغيير جذري في العقلية. تطبيق هذا التكتيك المعقد يحتاج إلى إيمان مطلق من اللاعبين بنجاحه. لو اختار وهبي اللعب ضد منتخب هجومي كاسح في أول ودية وحدثت أخطاء دفاعية أدت إلى هزيمة ثقيلة، وهذا طبيعي في البدايات، فإن ثقة اللاعبين ستنهار تماماً. اللعب ضد فرق متوسطة يسمح لهم بتطبيق الخطة بنجاح أولاً. 100% يسمح لهم بتطبيق الضغط العالي، استرجاع الكرة وتسجيل الأهداف، مما يخلق قناعة ذهنية لديهم بأن الخطة تعمل. هي بروفا لضبط المسارات الحركية تحت ضغط يمكن التحكم فيه قبل رميهم أمام أسماك القرش في المونديال. إذن ماذا يعني كل هذا التشابك التكتيكي والرقمي؟ لنجمل الصورة لكل من رافقنا في هذا النقاش المعمق، نحن نقف أمام مشهد بالغ التعقيد لمنتخب يحاول القيام بعدة معجزات إدارية ورياضية في وقت واحد، وفي زمن قياسي قصير جدا. هناك محاولة جريئة لتجديد الدماء بالاعتماد على طاقات شابة، ومحاولة للتعامل مع أزمة دفاعية خطيرة، والأهم
تغيير جذري للجلد التكتيكي من الواقعية الدفاعية إلى كرة هجومية مبنية بالكامل على البيانات والإحصائيات لاختيار 26 لاعباً لتمثيل الأمة. إنها ورشة عمل تستخدم لغة الأرقام لترويض فوضى الأزمات. وهو استخدام مبهر للعلم في إدارة الأزمات الكروية، حيث يتم حساب زوايا الضغط العالي ومعدلات تمرير الكرة، وحتى اختيار المباريات الودية وفقاً لتقييم المخاطر النفسية والبدنية. كل شيء هنا خاضع للخوارزميات، وهذا بالتحديد يضعنا أمام تساؤل يستحق التأمل العميق. تساؤل حول مدى قدرة هذه الأرقام على التنبؤ بالنجاح. أعمق من ذلك بقليل. يعني إذا افترضنا أن كرة القدم الحديثة تتجه للاعتماد الكلي على البيانات وهندسة المساحات والخوارزميات الدقيقة لتحديد من يلعب وكيف يلعب، فماذا يحدث لذلك السحر المرتجل؟ السحر الذي نتميز به؟ بالضبط، السحر الذي طالما كان النبض الحقيقي للكرة الأفريقية والعربية. أين يذهب الحدس الفطري للاعب؟ اللعب بالروح العالية والمراوغة الغير المتوقعة التي لا يمكن لأي حاسوب أن يتنبأ بها. هل يمكن للأرقام وحدها أن تصنع معجزة أمام البرازيل؟ واو، سؤال يضرب في الصميم حقاً. هل ستقودنا هندسة البيانات إلى المجد؟ أم أن المعجزات الكروية التي نتذكرها دائماً حدثت تحديداً عندما قرر اللاعبون تجاهل الإحصائيات وتجاوز لغة الأرقام في لحظة إلهام وسحر لا يمكن تفسيره علمياً؟ هذا ما سنكتشفه قريباً. فعلاً، ندعو الجميع لإبقاء هذا التساؤل في الأذهان أثناء متابعة مجريات كأس العالم القادمة. هل ستنتصر الآلة التكتيكية المحسوبة بدقة، أم أن سحر الارتجال سيجد طريقه للظهور والتمرد من جديد؟ شكراً لمرافقتكم لنا في هذه القراءة التحليلية المعمقة، وإلى لقاء قريب في نقاشات استقصائية قادمة.